السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم 4 وصفات سريعة وسهلة واقتصادية، وكمان يعني سهلة جدا تعمليها في اي وقت. طبعا في الصيف ده بنبقى محتارين نعمل ايه، عايزين اكلات سهلة وسريعة عشان مبقاش نقف في المطبخ كتير. هنعمل مع بعض الكشري والسجق والسمك المقلي، وكمان هنعمل الجلاش بطريقة حلوة جدا. يلا بينا يا حبيبي نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الجلاش بطريقة جميلة جدا. هيطلع معاكم مورق كده وجميل وطري، وطعمه بجد خيال، احسن 100 مرة من الطريقة التانية اللي احنا بنعملها بيها. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، شكله يفتح النفس، وبجد طعمه كمان وريحته كانوا حاجة خطيرة جدا. طبعا كل سنة وانتم طيبين. ده فطرنا النهاردة يوم 12 رمضان. طبعا انتوا عارفين ايام رمضان جميلة جدا وبتجري بسرعة. اول حاجة عملتها يا حبايبي، حطيت كده حلة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي. انتوا عارفين بقى السمنة بقى البلدي لا غنى عنها. وحطيت بصلاية كبيرة، وحطيت قرن فلفل شطة كده قطعته صغير، وشوحته تشويحة بسيطة كده مع السمنة البلدي. ونزلت عليه باللحمة بتاعتي، معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح علشان اللحمة تفك معايا. وبدأت كده بقى اشوحها يا حبايبي. ودي معلقة بهارات صغيرة، وده مكعب ماجي. ده اختياري، حابة تحطيه حطيه، مش حابة ما تحطوهوش، بس بيبقى طعمه حلو في اللحمة. هبدأ اقلب بقى كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، واسيب اللحمة بقى تستوي. ده الجلاش بتاعي بقى. طبعا مش هنورقه ورقة ورقة كده ونتعب نفسنا، لا هقطعه كده زي ما انتم شايفين. طبعا دي مش طريقتي، انا شفتها هي معمولة قبل كده كتير، بس انا حبيت اجربها، يعني ما جربتهاش قبل كده، بس بجد طلعت جميلة جدا وسهلة. وكمان الجلاش بتاعي ما بقاش فيه، يعني ما بقاش تقيل كده، وفي سمنة، في سمنة كتير. وكمان موفر واقتصادي جدا لاننا ما بنحطش فيه سمنة كتير. طبعا بنفرفطه كده بعد ما بنقطعه، بنفرفطه كده علشان يبقى كل واحدة لوحدها كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وزي ما انا قلتلكوا طريقة سهلة وسريعة وكمان اقتصادية، بتوفر معانا في السمنة كتير، وبتوفر كمان معانا في الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب بقى دلوقتي صينية دهنتها سمنة بلدي، وهبدأ ارص نص الجلاش بتاعي كده تحت. زي ما انتم شايفين كده، ما بحطش فيه سمنة خالص. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، احط نص الكمية، هرصها كويس جدا كده في الصينية كده حبايبي. وهكبسها بقى كويس جدا كده بايديا علشان بقى تبقى كده مظبوطة معايا كده حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، نبدأ نضغط كده الجلاش بتاعنا علشان لما تيجي تسويه يبقى مظبوط كده معاكي، ما يتفرفتش منك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا طول ما انت شغالة بقى بتعملي اكل بتروقي البيت ده، انت تذكري ربنا سبحانه وتعالى علشان تاخدي حسنات وانت بتشتغلي. هنزل بقى اللحمة اللي احنا عصجناها مع بعض يا حبايبي، وهفردها كويس جدا في الصينية كده. فردتها كويس في الصينية بتاعتي كده. هنزل بقى بنص كمية الجلاش التانية، هفردها برضو كويس جدا كده في الصينية بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده الطريقة، يعني صينية الجلاش ما خدتش مني 5 دقايق بقت خلصانة. طبعا بقى بتعملي جنبه، ممكن تعملي بقى جنبه بطاطس محمرة، ممكن تعملي صينية مكرونة كمان، اللي هي الحمرا كده جنبه. لو عندك شوربة ممكن تعملي مثلا طبق ملوخية. هدينا بنزق الأيام. الحمد لله. كده حبايبي بكبس بقى كويس جدا، او بضغط كويس جدا بقى على الجلاش بتاعي برضو. هعمل بقى التشريبة اللي انا هحطها على الجلاش بتاعي. معايا هنا بيضة. التشريبة دي بقى اللي بتخليه معايا طري ومورق وجميل جدا. حطيت كمان معلقة فلفل اسود كده يا حبايب قلبي. ودي رشة ملح صغيرة جدا علشان ما يبقاش معاكي حادق، يعني رشة صغيرة جدا.
هنحط دي معلقة زبادي، دي بقى اللي بتخلي الجلاش بتاعي طري. يعني انت لو حابة الجلاش بتاعك يعني بقرمش كده ما تحطيش معلقة الزبادي دي، بس انا حابة الجلاش بتاعي يكون طري، علشان كده حطيت معلقة الزبادي دي. هقلب بقى كويس جدا كده حبايبي خليهم يندمجوا مع بعض كده كويس، وبعد كده بقى هحط عليهم اللبن. دمجتهم كويس جدا كده يا حبايبي، هنزل بقى باللبن كوباية لبن، هنزل بكوباية لبن كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويجعل ايامكم كلها خير وبركة، ويرفع عننا الغلاء يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وينصر اخواتنا في فلسطين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا أنا بقلب كويس جدا، جبت المضرب كده علشان كله يختلط كده كويس جدا. واحط كمان معلقة سمنة بلدي، علشان انا طبعا زي ما انتوا عارفين ما حطيتش سمنة خالص، فهحط دلوقتي معلقة سمنة بلدي. معلقة سمنة بلدي كبيرة كده، يعني توصي كده معلقة سمنة بلدي كبيرة. وهقلب كويس جدا وانزل بقى بيها على الجلاش بتاعي كده حبايبي. هنقلب بقى كويس جدا كله يختلط ببعضه، وننزل بقى بيه على الجلاش بتاعي، اخليه يتشرب كويس جدا من الخلطة دي كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نزلت بقى بالتشريبة بتاعتي دي كده، هحاول بقى اخلي الجلاش بتاعي كله كده يشرب من التشريبة دي، علشان يبقى طعمه جميل جدا كده وطري وجميل. في ناس بتسمي دي فطيرة كده، فطيرة الجلاش، مش صينية جلاش. لا، عايزة تعمليها يعني تسميها فطيرة سميها، عايزة تسميها صينية جلاش سميها، المهم الطعم والريحة في الآخر كده حبايبي. صينية الجلاش اتشربت كلها كده من التشريبة بتاعتي. هحط بقى، عندك جبنة موتزاريلا تحطي شوية على الوش، ما عندكيش تستغني عنها، هتبقى برضو صينية الجلاش بتاعتك او الفطيرة بتاعتك جميلة جدا برضو. انا كان عندي حتة جبنة موتزاريلا كده في الفريزر، طلعتها وبدأت احطها كده على وش الجلاش بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. وبمناسبة عيد الام بقى، كل سنة وكل ام طيبة، ربنا يديم الامهات كلها نعمة في حياتنا يا رب. ولو حد مامته متوفية ربنا يرحمها يا رب ويجعلها في الجنة. طبعا احنا من غير امهاتنا ولا شيء، الامهات دي هي اساس كل حاجة في الدنيا اصلا. ربنا يخلي الامهات كلهم يا رب، ويديم عليهم الصحة والعافية يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويديمهم نعمة في حياتنا يا رب. كده يا حبايبي هبدأ كده زي ما انتم شايفين كده، خلصت الجلاش بتاعي، هبدأ ادخله الفرن. شكلها حلو جدا ازاي قبل ما تدخل الفرن. هدخلها بقى الفرن واسيبها تستوي معايا، وهتشوفوها بعد ما تستوي. ايه رأيكم بقى؟ شايفين وشها عامل ازاي؟ وبجد ريحتها خطيرة، جابت لاخر الشارع، وطعمها بجد جنان. يعني بجد جربوا الطريقة دي، زي ما انا قلت لكم اقتصادية جدا، هتوفر معاكم في السمنة وهتوفر معاكم في الوقت. والجلاش بالطريقة دي بيطلع مظبوط معاكي 100%، وبيطلع جميل وطعمه وريحته بجد خطيرة. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم، وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بقى من القلب كده يا حبايب قلبي. ورمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وهنا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة يا حبايبي السمك المقلي، زي ما انتم شايفين كده شكله يفتح النفس، وهنعمل معاه الدقة بتاعته خطيرة جدا. وهنعمل الرز بتاع السمك، وهنجيب كمان معاه كده شوية خضار جرجير وبصل، أو ممكن تعملي جنبه شوية سلطة بيبقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعي طالع جميل جدا ومقرمش وطعمه تحفة، زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، وطريقته سهلة جدا. هنعمل له تلحيسة كده جميلة جدا، هتخلي السمك بتاعي يطلع مقرمش معايا وجميل. ده الرز زي ما انا قلت لكم يا حبايبي، دي الدقة بتاعت السمك، باخد منها شوية كده تاكليها جنب الاكل بتبقى تحفة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي، يا ريت يا حبيبة قلبي لو كنت جديدة في قناتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.
يلا بينا يا حبايب قلبي بقى نشوف الطريقة اللي هنعمل بيها السمك. طريقة سهلة وسريعة وجميلة. في الاول خالص طبعا هنبقى منضفين السمك حلو جدا، واي حاجة فيه ما بتبقاش بقى فيه في الجناب كده حتت سودا بتشيليها، يعني السمك يبقى معاكي زي الفل. وبعد كده بتنقعي شوية في مية وملح، وبعد كده بتعملي له تتبيلة عبارة عن توم وفلفل وكمون وملح وطماطمايه، بتضربيهم كويس جدا وهتحطيهم على السمكة بتاعتك بعد ما تفتحيها عشان تتبل كويس، وتسيبيهم بقى في التتبيلة دي. وطبعا انا شلت من التتبيلة دي شوية، وطبعا بتعصري ليمونتين كبار. دلوقتي الدقيق بتاعي تبلته، حطيت عليه معلقة كمون ومعلقة بهارات سمك زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، وحطيت معلقة كبيرة فيجيتار، وهحط معلقة كمان اللي هو كزبرة، يعني حطيت معلقة كمون كبيرة ومعلقة فيجيتار كبيرة ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون. قلبته كويس جدا. هنعمل بقى التلحيسة بتاعتنا. معايا نص كوباية نشا، حط عليها بقى كوباية دقيق. ممكن تكتري في الكمية لان الكمية عندي كانت قليلة. حطيت نص كوباية نشا، حطيت عليها نص معلقة كركم، دي بتدي لون للسمك بتاعي حلو جدا. هحط بقى التوابل بتاعتي كمون ومعلقة بهارات سمك. البهارات السمك دي بتجيبيها من عند العطار، بتبقى حلوة جدا كده يا حبايبي. حطيت كده على النشا شوية مية، هقلب كويس جدا كده. هنا حطيت نص كوباية نشا، حطيت عليها معلقة كمون، معلقة بهارات سمك ومعلقة كركم صغيرة، وقلبت كويس جدا. دي هتبقى التلحيسة بتاعتي. ممكن بقى انتي تزوديها لانها بقت يعني كانت معايا قليلة يا حبايبي. بعد ما عملنا التلحيسة بتاعتنا هنبدأ بقى ننزل السمك فيها، نسقيه كويس جدا كده، نغلفه كويس جدا. طبعا انا كان المفروض احطه في حاجة اكبر، وكان كمان ازود يعني النشا، احط كوباية كبيرة نشا علشان تكفي السمك بتاعي، بس انا كنت اول مرة اعملها يعني فجربتها معاكم كده. طبعا بتغلفي السمكية كلها جدا يعني علشان تبقى معاكي مقرمشة بعد ما تتقلي. بعد ما خلصتها ببدأ انزلها في الدقيق بقى واغلفها كويس جدا برضو زي ما انتم شايفين كده. طريقته سهلة وحلوة جدا، بس بتفرق بجد في طعم السمك، بقى مقرمش معاكي كده وماسك نفسه، طعمه جميل جدا. هنبدأ بقى نقليه في الزيت، يعني بنحطه في التلحيسة بتاعتنا دي، وبعدين بنحطه في الدقيق بتاعي، وبعدين بنفضه كويس جدا وننزله بقى في الزيت بتاعنا. بيبقى يعني حلو جدا بصراحة كده حبايبي زي ما انتم شايفين. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم ويطلع معاكم احسن سمك مقلي بإذن الله. كده يا حبايبي بغلفه كويس جدا زي ما انا قلت لكم، وبعدين بنزله في الدقيق، بنفضه كويس جدا، وبعدين بقليه. طبعا انا اللي عامله الفتحات دي في السمك علشان يشرب التتبيله كويس جدا. وعلى قد ما تقدري بقى قعديه في التتبيله، يعني ربع ساعه نص ساعه، كل ما بتقعديه اكتر كل ما التتبيله بتدخل جواه بيبقى طعمه احسن كمان. طبعا زي ما قلت لكم التتبيله دي عباره عن فلفل وطماطم وتوم وليمون وعصير وعصير ليمون وكمون وملح. ولو عندك كزبرة بتحطي شوية كزبرة، وتحطي معلقة فلفل أحمر أو بابريكا، وتضربهم في الخلاط. بتبقى يعني خلطة بجد، بتبقى ريحتها جميلة. أنا بعين شوية منها باكلها كده جنب السمك والرز، بتبقى يعني بغمسها كده معاهم، بتبقى تحفة خالص.
يا حبايب قلبي بوريكم السمك بقى وهو بيتقلي شكله عامل ازاي، منفوخ ومقرمش ازاي. بجد لو جربتيه مش هتجربي اي طريقة تانية للسمك المقلي. زي ما انا بقى قلت لكم كده، جايبه شويه جرجير بقى وبصل اخضر. ممكن تعملي بقى شويه سلطه كده جنبهم. بجد اكله. انا بعشق السمك المقلي اصلا. مفيش حاجه احسن من السمك المقلي. وكده يا حبايبي الوصفه بتاعتي خلصت. ويا رب ان شاء الله تعجبكم تجربوها، ويا ريت لو جربتوها عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في التعليقات. ويا ريت بقى تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وبركة وصحة يا رب العالمين. رمضان كريم حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم السجق بطريقة حلوة جدا، بطريقتي الخاصة. معايا هنا نص كيلو سجق، ومعايا توم، ومعايا بصل، ومعايا فلفل، وكمان طماطم. طبعا طريقة السجق ما بتحطش فيها بصل، بس انا قلت لكم في اول الفيديو دي طريقتي الخاصة. وبجد عملته كان طعمه جميل جدا وريحته كمان خطيرة. في الأول بنحط معلقة سمنة بلدي أو شوية زيت صغيرين، وبنشوح كده السجق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده لغاية ما ياخد لون معايا كده. حبايب قلبي شوحته خلاص طلعته. وبعد كده نزلت بالثوم. أول ما بتنزلي بالثوم بقى بتشمي ريحة الثوم بقى خطيرة. هتشوحيها برضو ياخد اللون الذهبي كده، ما يغمقش معاكي علشان ما يمررش. هننزل بصلاية صغيرة، هنشوحها برضو مع الثوم بتاعي كده. حبايبي بشوحها برضو لغاية ما تبقى صفرة معايا ما تغمقش برضو. هنحط بقى الفلفل. عندك بقى فلفل الوان حطيه هيبقى جميل جدا، بس انا بصراحة ما كانش عندي فلفل الوان. اكتفيت بالفلفل الاخضر بتاعي ده او الفلفل الشطة. هنقلب بقى كويس جدا كده، وننزل بقى بالطماطم بتاعتي كده. حبايبي بعد ما تشوحوا كده معايا هنزل بالطماطم بتاعتي بقى، طبعا مقطعاها صغير. هقلبها بقى واسيبها بتنزل ميتها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نزلت بشوية فلفل دفترنا تاني يوم في رمضان. طبعا رمضان بيجري، يعني اول يوم بتيجي بتلاقي خلاص رمضان بيجري، مش عارفة ليه كده. كل سنة وانتم طيبين. حطيت معلقة كمون كبيرة. الايام الحلوة بتجري بسرعة. حطيت معلقة بابريكا او فلفل احمر كده. حبايبي طبعا معلقة البابريكا هتدي لون للسجق بتاعي حلوة جدا. هقلب بقى كويس جدا واسيب بقى الطماطم بتاعتي كده لغاية ما تنزل ميتها. طبعا ريحة الحاجات دي حلوة جدا. والسجق كمان مش بنكتر التتبيل فيه لانه اصلا بيبقى متبل وبيبقى فيه من الملح بتاعه، فبنتبله حاجات بسيطة. طب طبعا بقطع السجق بتاعي صغير كده. ممكن تسيبي على حاله، يعني الواحدة بوحدتها كده ما تقطعهوش. ممكن تقطعيه تقطيعة كبيرة عن كده، بس انا حبيت اقطعه صغير كده علشان الولاد يعرفوا ياكلوه. بعد ما قطعته كده بفضل انزل بقى على التوابل بتاعتي كده والخضار بتاعي واقلب كويس جدا. طبعا ريحته بجد خطيرة، زي السجق اللي بتجيبوه من الشارع كده او من المطاعم، ويمكن احلى كمان. والصوص نزل صوص كده خطير، ممكن تاكليه بالعيش كده، ممكن تعملي جنبه طبق مكرونة للولاد. بجد كان طعمه جميل جدا. ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقة اللي انا عملتها كده ويعجبكم. تزوروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.